طبعا دخلت المية مع دخول الاكل، المية للرضع بتدخل على طول مع دخول الاكل. دخلت الاكل من هنا لازم اشرب البيبي مية. طيب البيبي بيشرب مية امتى؟ بيشرب مية بعد الاكل، وبيشرب مية في نص الاكل عادي جدا. هو بيبقى محتاج ان هو يبلع، قوام الاكل تقيل، ففي النص خلاص بيحس ان هو عطشان فعايز يشرب ميه، فعادي اشربه ميه في نص الاكل علشان ما يدورش ان هو يرضع. طيب بيشرب ميه قد ايه؟ البيبي في عمر 6 شهور ده هو يا دوبك كل اللي بيشربه يعني 60 مللي في اليوم. بيشرب من ربع كوبايه نص كوبايه بالكتير قوي على مدار ال 24 ساعه. انتي بتعملي ايه؟ بتجيبي الكوبايه اللي هي ببوز دي بتاعت زمان، تحطي ربع كوبايه او نص كوبايه تمليها وبتشربي منها على مدار اليوم. بتبقي عارفه الكميه ايه اللي هو شربها. ممكن كمان تعلمي البيبي يشرب بالكوبايه اللي هي بشاليمو، عادي خالص مفيش مشكله. بعد عمر سنة فخلاص البيبي كبر، فبيشرب بقى ايه؟ من كوباية من حوالي 250 مللي لحد معانا لتر مية. كل ده عادي. طبعا لازم اخد بالي طالما البيبي بدأ ياكل في الاوقات بتاعة الحر الجامد، او ان احنا بره في الشمس طول اليوم، او لازم اشربه مية كويس واهتم بالرضاعة كمان كويس عشان البيبي ما يخشش مني ايه في جفاف.